ها؟ اوه، هو انا فين؟ ايه ده؟ وشي ماله؟ وشي ماله؟ اهدى شوية يا حبيبي، كله هيبقى ابعدوا عني. كويس. انا شكلي عبيط خالص. هتتعود عليه، ما تقلقش، الكل بيحصل له كده. الله، الكاكاو ده طعمه حلو قوي. انا وقشطة خلينا المكان ده عادة لينا كل يوم جمعة. طعمه حلو. كسبت. يس لا يس لا يس لا، يس. انا كنت مصدوم من اللي انت قلتيه ده، بس مفيش حاجة. واضح قوي. ده ضحك عليكي. اسكت يا بلياتشو. يا ولاد. يا ريبت، ايه رأيك تيجي معايا؟ اسفة، انا هروح مع جاكس. ماشي، مع السلامة. واسع 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 واسع. عارف بقى، بعد ما قال لي كده قلت له همسح بكرامة لك السيراميك. يا نهار اسود. خلي بالك، دي هتضحك عليك. كانت مغامرة جميلة، صح؟ فعلا، أجمل مغامرة شفتها في حياتي. عمرك عملت حاجة أنت ندم عليها؟ أيوة. عمرك أكلتي؟ قصدي، أنا بتكلم بجد. قصدي حاجة عملتها هناك قبل ما تيجي السيرك هنا. طب أنا هحكي لك قصتي. أنا أمي وأبويا اتطلقوا وأنا لسه في ثانوي. ما كنتش عارفة أعمل إيه. أنا فعلا كنت زعلانة أوي، وأبويا خلاني أجي معاه. هي دي طريقتي في الكلام عشان تخليني اتكلم وفرفش؟ لا، هي دي طريقتي في الكلام عشان اقول لك اني بثق فيك. ايه الاحراج ده؟ هو انت بتثق فيا؟ ماشي، هحكي لك قصتي. طبعا بثق فيكي. آه، ايه ده؟ مش عارف اتكلم. مش عارف تتكلم؟ ها، عادي، خد وقتك. مكسوفة ياتي. انا احكي لك ايه ولا ايه في حكايتي دي؟ حكايتي طويلة ومتعقدة. انا 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 كان عندي علاقة غريبة قوي مع امي وابويا، وبالذات مع ابويا. كنت بحس اني خيبة امل ليه. بحس اني دايما بكسفه طول ما انا بحاول الهمه باي حاجة. كنت كنت بحس اني ماليش لازمة قدامه، وبحس اني مش راجل كفاية. وطول ما انا بوريه اي حاجة بيفضل يقول انها تافهة عشان انا كنت عيل صغير. وكان على طول بيزعق لي، وعمره ابدا ما كلمني عدل، ونادرا اصلا لما بيكلمني على التليفون او عادي. لكن العلاقة مع امي كانت حلوة شويتين، وفي يوم انفصلوا ومشي من البيت. لكن في يوم اهبل كده كنت زهقان وزهقت من كل ده، فرحت لأمي عشان أقول لها إني بحب بنت في المدرسة بتاعتي، وما كانش في بالي أقول لها اللي حصل ده. لكن فضلت تضحك عليا كل يوم، وكانت بتتنمر عليا. وفي يوم حضنتني مرة واحدة، أنا ما كنتش عارف أعمل إيه بالظبط، وكنت خايف. ولكن مرة واحدة سقيتها بكل قوتي، وعمرها ما قامت تاني. لحد دلوقتي معرفش ايه اللي حصل.
انا قلقان قوي. انا لحد دلوقتي ما اعرفش هي صاحيه ولا ماتت ولا ايه اللي حصل لها بالظبط. لكن انا عمري ما عرفت ابطل ابص على ايدي دي. بقولك زقتها في المطبخ، وقعت على السيراميك، واكيد حصل لها حاجه بسببي. فعشان كده بقيت ابعد عن كل اصحابي وجريت برا البيت بأسرع ما عندي، لغاية ما لقيت مكتب غريب ودخلت ولبست نضارة VR ودخلت هنا. انا عن نفسي انا بقول انها كويسة. يعني لو البوليس ما جاش وراك يبقى انت محظوظ. انا شكلي قلت حاجات كتيرة. انا ماشي خلاص. ما تقلقش يا جاكس. العيد الإحراج ده يا جماعة. هم؟ مش هقول سرك لحد. يا دبت. قشطة. ايه عاوز ايه؟ ده مش وقت مناسب بقى، قصدي عاوز ايه؟ خلصني. لو مش وقت مناسب ماشي، ممكن امشي. استنى يا قشطة، هجيلك دلوقتي. بص يا ريبت، اياك تقولي لحد الموضوع ده، ولو قلت لحد انا مش هتكلم معاكي تاني. ماشي. حلو اوي، استني هنا بقى، هروح اشوف قشطة. انا ليه غبي كده؟ انا غبي كده. اهلا جاكس. بص، على موضوع امبارح، اسفة لو سألتك حاجات كتيرة او اتدخلت في حاجات ماليش دعوة بيها. انت قصدك ايه؟ قصدك امبارح. انت صدقتيني، دي كانت قصة عادية من فيلم تاني. عملت فيكي مقلب. هاي، بقول لك ايه، انا ماشي. ليه؟ تمام. بقولك تيجي معايا؟ لا اسف، هروح مع قشطة المرة الجاية. مش هتصدق الفيلم اللي لقيته. جاكس، تيجي معايا؟ لا اسف، هروح مع قشطة. اوكي. هي مالها ربت؟ ما عنديش اي فكرة. ايه؟ جاكس، انا رايحة الكافيتيريا. ماشي، استفدت ايه يعني؟ ما تروحي. ولا حاجة. جاكس، ممكن تيجي نتكلم دقيقة؟ عاوزة ايه مني؟ انا عاوز استمتع بالمنظر. بص، انا عاوز اكلمك في حاجة مهمة. احنا مش عاوزين صداقتنا دي تخلص. اهو احنا قاعدين بنتكلم. عاوزة ايه مني؟ انا عاوزة نرجع صحاب تاني. ايه، عشان تتدخلي في حياتي الشخصية تاني؟ هو انت بتعتبرني كده؟ جاكس، انا لا، صاحبتك. عشان انت بتتدخلي في اللي مالكيش فيه، انا واحنا انا اصحاب وفرفوشين انا عاوز اتكلم معاك وانت بس. بتتدخلي في اللي انا مش مالكيش فيه عاوز الخناقة وبتتدخلي في اللي انت الصغيرة العبيطة عاوزاه دي بس. هي السبب ان هي تنهي انت شبه صداقتنا. حد غريب جاكس، تاني في اسمعني. اي جاكس، منطقة. انت حتة ضفدعة. انا جيت ايه المكان ده؟ دوت ولسه ما اعرفش اي حاجة عن اي اهدى حد. شوية، اهدى شوية. اهدى احنا شوية؟ اهدى احنا مش ازاي؟ هنكره بعض. جاكس، انا اسفة، لكن صداقتنا انتهت. قشطة، لو ربت قالت لك اي حاجة عني فاعرف ان هي غلط. ايه؟ صح، رجسة. ايه الفيلم اللي انت كنت بتتكلمي عنه؟ قصدك ايه؟ الفيلم. انت شفت ريبت؟
جاكس، بص، انا عارف ان انت وريبت كنتوا صحاب قوي، بس لو انت عايز اي حد تتكلم معاه تعالالي. هو شكلي يقول ان انا عاوز اتكلم مع حد. بص يا جاكس، أنا عارفة إن ريبت اتحولت، بس أنت ممكن تيجي تتكلم معايا. أوعدك. ها؟ ايه ده؟ خلينا نسميها جانجل، يعني رباط بالانجليزي. ايه؟ اسم كويس قوي يا جاكس، هحطه في السيستم. واسع واسع. جاكس، بقول لك ايه، انا شكلي كده لقيت طريقة ممكن نمشي بيها. سلام يا مجنون. وانا المفروض دلوقتي امثل لغايه ما اصحى من النوم، مش كده يا جدعان؟ وجهة نظرك حلوة، لكن انا فعلا حطيته على الكومودينو. انت هتعيط؟ انت هتعيط بمنظرك ده؟ انت رجولة يا ولي، انت مش هتعيط مش كده؟ ماليش فيه، وممكن انساكي عادي. جاكس، انا ما كنتش اعرف انك بتعرف تعزف على البيانو. انا معرفش غير اغنيتين تلاتة. انت ليه هنا؟ ايه اللي جابك؟ انت مش عرفت الحقيقة دلوقتي؟ انا بسألك، ايه اللي جابك؟ انا شخص شرير، مش هو ده اللي انت عاوزاني اقوله؟ انا شرير، انا السبب، انا اللي وقعتها، كل دي غلطتي. انت ما ينفعش تحبيني، وما ينفعش تهتمي بيا. الموضوع ما بيمشيش كده. انا ضريت حد غالي عليا، وممكن كمان اضرك. انت ما ينفعش تجيلي وتقولي لي انك بتهتمي بيا. انا ما استاهلش، انا استاهل الحاجات اللي تتعب الواحد بس. انت بتخلي الموضوع اصعب بكتير. انت بتخلي الموضوع اصعب بكتير. ما كنت تتكلم معايا يا عم؟ خلاص فات الاوان، انا اللي جبته لنفسي، هو ده سببي. يبقى اتكلم معايا دلوقتي. انا بكرهك، وانت عارفة كده كويس. انت بتعقد الحاجات. ده تخصصي. مش عايز اضيع.
خليك معايا. واو، الحمد لله انك كويسة. قلقتيني قوي عليكي يا بومي. وزي ما قلتي هنفضل دايما مع بعض. يا حبايبي. مالك؟ هو صحيح اتحول، بس هو هيبقى كويس جوه البيت ده وممكن يرجع لطبيعته. يلا. هو هيبقى كويس هناك. هو المفروض يبقى كويس، هيهدى جوه في الضلمة. مش عايزة كل ده يطلع على الفاضي. انت مش عارف كمية الأيادي اللي أنا استخدمتها. عاملة ايه؟ هي مش وجعاكي؟ لا خالص. شكرا يا رجزة، شكرا كلكم. ها؟ هو أنا وحش للدرجة دي؟ هو ده اللي أنا استاهله؟ هي دي غلطتي، أنا اللي خليتهم ضدي. كسبت تاني يا حاج خميس. طلعت انت فعلا احسن مني.
أنا ما كنتش كويس. أنا اللي خليتهم يغضبوا مني. أنا اللي اتخليت عنهم. هما كانوا عاوزين بس يفرحوا، وأنا اللي كنت بدير عنهم زيادة عن اللزوم. أنا تقريبا ما أقدرش أحل المشكلة دي، رغم إني أقدر أعمل حاجات كتيرة تانية. هم اللي تخلوا عني، هم الغلطانين. أنا اللي غلطان، أنا اللي كنت بخليهم يعملوا الحاجات اللي أنا عاوزها غصب عنهم. يستاهلوا، دول ما يتمرش فيهم في داهية. أنا دول موتوني وخلصوا مني. أنا آسف يا حاج خميس، دلوقتي لازم تمشي. الذكريات اللي عشناها مع بعض عمري ما هنساها يا حاج خميس، وآسف إني حولتك لكورة. مع السلامة، هتوحشني. قمر، أنا مش عارف هقول لهم إيه. أنا خايف لحسن أخش يطردوني زي ما عملوا المرة اللي فاتت. خليك بس على طبيعتك، واعرف إن كله بيحبك، خصوصا أنا. أنت عارفة، أنا عمري ما خليتك تقولي إنك بتحبيني. ما أنا عارفة. اوعى. بصوا، أنا عارف إن أنتوا مرعبين مني، لكن أنا عاوز أقول لكم إن نيتي صافية ومش ناوي أذي حد. وكمان أنا فكرت شوية مع نفسي وقررت إني أديكوا أنتوا إدارة السيرك. أنا هضحك على مين؟ أنا عارف إن أنتوا مش مصدقيني ومفكريني بكذب، لكن هي دي الحقيقة وما بكذبش. وأنا عارف إن أنتوا مش هتسامحوني دلوقتي، لكن على الأقل أنتوا ممكن ترضوا اتفاقي. كين، انت ايوه خلتنا نكره عيشتنا خالص كمان. بس على الرغم من كل ده كويس انك جيت. ها؟ هو أنتوا محتاجين مساعدة في؟ لأ، يعني مش دلوقتي، يمكن الأسبوع الجاي. ماشي. صح، أنا عندي مفاجأة هناك على خشبة المسرح، ابقوا تعالولي لما تجهزوا. هستناكوا هناك.
مفيش لا لعب ولا هزار، المرة دي بجد. بومني مريم محمود، هي كان عندها أصحاب كتير، وكانت بتشتغل كمان كاشير في سوبر ماركت اسمه علوش، وكان عندها قناة على اليوتيوب قديمة، وكانت بالعافية بتجيب مشاهدات. رجسة هالة الشعراوي كانت بنت عادية خالص عايشة مع أمها وأبوها في المزرعة، لكن كانت عندها علاقة وحشة أوي مع أمها، فسابتها وراحت تشتغل مهندسة معمارية. دي كانت فعلا بنت شاطرة جدا، وطلع عندها أصحاب كتار أوي. جنجل رؤى عبد الرازق بعد ما دخلت المستشفى طلعت وهي الحمد لله كويسة بوم، وبدأت تعمل كرتونات على النت، وبعد ما خلصت راحت تشتغل كمديرة في ماكدونالدز. دي كانت فعلا بنت موهوبة. زوبل ابتسام عبد الوهاب فتحت محل جديد بتاع عصاير، وكانت مهووسة بالشغل ده، وكمان كانت مشهورة بعصير الليمون بتاعها، وكانت بتحط عليه مكون سري لحد دلوقتي محدش يعرفه. كينجر ريان عبد الرحمن كان عايش هو ومراته وبنته الاتنين في حياة سعيدة جدا. مراته اللي هي كويني أو شيماء علي كان أب حنين جدا مع بناته، وكانت عيلة سعيدة فعلا. جاكس ناصر جمال كان بيشتغل ديليفري في شركة أمازون، كان عنده شغلانة مستقلة جدا، وكان بيوصل الطلبات في أقل من 15 دقيقة، وكان عنده علاقة معقدة مع أمه وأبوه. والغريب بقى إن أكتر مكان كان بيزوره كان المكان بتاع زوبل أو ابتسام. هو الكلام ده كله صح؟ ما اعرفش، بس اكيد انا مصدقه الكلام بتاعك. أنا ما بقتش بنفس قوتي زمان، لكن هخليكوا تعيشوا في أحسن مكان، وأعمل كل اللي أقدر عليه عشان أخلي لكم مكان ده أحسن، وأفتح لكم العوالم لو أنتوا عاوزين تزوروها أي وقت. إيه رأيكم يا جماعة؟ صح. وإيه رأيك إيه رأيك يا بومني؟ يا مريم؟ انا هنا بومني، انا كنت مريم بس انا لسه هنا في السيرك، وبدام انا لسه هنا في السيرك يبقى انا لسه بومني.
أنا آسف يا حاج خميس، هتوحشني أنت وذكرياتنا اللي إحنا عشناها مع بعض. أنا مش مصدق إنه عمل كده فيا أصلا من الأول، ده على أساس إن أنا هسامحه يعني. صحيح، هو أنا رايح فين؟ أبو سمير؟